مقطع جديد من سلسلة أخبار بايرن ميونخ، وإليكم أبرز محاور حلقة اليوم. بنيامين بافارد يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ، وبرشلونة يخطط لخطفه. ألفونسو ديفيس الهدف الأبرز لريال مدريد. جمال موسيالا يخطف أنظار العالم وعرض جديد من أجله. هاري كين يوافق على الانضمام لبايرن ميونخ. قبل أن ندخل في التفاصيل، المرجو أن تساعدنا بالضغط على زر اللايك ليصل هذا المقطع لأكبر عدد ممكن من عشاق كرة القدم حول العالم. نبدأ حديثنا ببنيامين بافارد الذي يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ ويفضل خوض تجربة أخرى. بافارد يفضل اللعب في محور الدفاع بدلا عن اللعب في مركز الظهير الأيمن، لكن هذا لن يكون متاحا أبدا في بايرن ميونخ بسبب المستوى الكبير الذي يقدمه أوباميكانو وماتياس دي ليخت. في الأسبوع الماضي على قناة برشلونة تي في تكلم رئيس النادي خوان لابورتا حول موضوع بنيامين بافارد، وكشف أن بافارد رفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ، وقد يكون خيارا لبرشلونة في صيف 2023، خاصة وأن بيليرين لم يقدم المستوى المطلوب هذا الموسم. لكن السؤال، لماذا بافارد لا يوافق على اللعب في مركز الظهير مع بايرن ميونخ؟ لكنه من الممكن جدا أن ينتقل لبرشلونة الذي يخطط أن يشركه في مركز الظهير. سنعود بالزمان إلى الوراء قليلا ونتذكر حادثة ديفيد ألابا الذي أخبر النادي البافاري أنه يريد اللعب في خط وسط الميدان، لكن النادي البافاري أخبره بأنه يتوفر على عدة لاعبين في هذا المركز. بعدها بأشهر قليلة رأينا ديفيد ألابا بقميص ريال مدريد، ولعب لموسم كامل في مركز قلب الدفاع، رغم أن ريال مدريد تخلى عن لاعب مهم في مركز وسط الميدان الدفاعي وهو كازيميرو. في حقيقة الأمر، ألابا كان يرغب في ارتداء قميص ريال مدريد أو برشلونة، ولا علاقة للأمور التكتيكية برحيله عن بايرن ميونخ. في رأيي الشخصي، بنيامين بافارد يختلق الحجج من أجل الرحيل عن بايرن ميونخ بطريقة ودية نوعا ما، ولا يريد الرحيل بالطريقة التي غادر بها روبرت ليفاندوفسكي. أظن أن بافارد يريد اللعب في ناد آخر، والمركز الذي سيلعب فيه على أرضية الميدان ليس له علاقة أبدا برغبته في الرحيل عن بايرن. من بنيامين بافارد ننتقل للحديث عن ألفونسو ديفيس. قبل عدة أيام صحيفة آس الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يضع نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيس نصب عينيه، وهو مستعد لدفع أموال طائلة من أجل إقناع بايرن ميونخ ببيعه. البيت الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز يبحث عن تعزيز الفريق ويتوجه نحو سياسة التشبيب، خاصة وأن أغلب كوادر الفريق الأبيض تجاوزت سن 30. يعد ألفونسو ديفيس أفضل ظهير أيسر في العالم رغم سنه الصغير جدا، لكن مستوى ألفونسو يجعل منه لاعبا يحلم أي رئيس ناد أن يوقع معه. ألفونسو ديفيس لديه عقد لغاية 2025، لذلك فإن إدارة ريال مدريد تفضل الانتظار لغاية صيف 2024 من أجل أن يكون التوقيع مع ألفونسو أكثر واقعية. لكن بايرن ميونخ يرفض رفضا قاطعا خروج ألفونسو ديفيس من النادي البافاري بأي ثمن كان، وقد بدأ النادي البافاري فعليا في مناقشة عقد جديد يربط ألفونسو ديفيس بسنوات طويلة مع النادي الأحمر. نمر الآن للحديث عن جمال موسيالا. يعد جمال موسيالا الموهبة الأبرز في عالم كرة القدم حاليا، وهو محط أنظار أقوى الفرق الأوروبية، وعلى رأسها مانشستر سيتي وريال مدريد، الذي يستعدون لدفع مبلغ كبير جدا، وذلك من أجل إقناع بايرن ميونخ ببيع موهبته النادرة. وقد أكدت عدة صحف بريطانية أن مانشستر سيتي مستعد لدفع مبلغ 160 مليون يورو من أجل موسيالا. من جهته بايرن ميونخ يرى أن موسيالا هو مستقبل النادي ومن غير الممكن التخلي عنه، وهذا ما أكده الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو، والذي يشتغل بجريدة غارديان البريطانية. وقال رومانو في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر أن مسؤولي النادي البافاري يجهزون عقدا جديدا لموسيالا في عام 2023، حيث يريدون الإبقاء عليه وضمان تواجده في صفوف الفريق لسنوات طويلة. فرغم أن عقد موسيالا ينتهي سنة 2026، إلا أن الإدارة البافارية تريد عقدا أطول بكثير مع راتب ضخم جدا قد يصل ل20 مليون يورو.
والآن ننتقل للحديث عن البديل الحلم هاري كين. بعد رحيل هداف الفريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي، لم يتأثر النادي بشكل كبير على المستوى الهجومي، خاصة مع تألق تشوبو موتينغ في الآونة الأخيرة، لكن المهاجم الكامروني ليس من مستوى تطلعات الإدارة البافارية التي تبحث دائما عن أفضل اللاعبين بسعر معقول جدا. هاري كين الذي ينتهي عقده صيف 2024 رفض عرض نادي توتنهام لتجديد عقده، ويرغب في الرحيل عن النادي اللندني، وهو هدف رئيسي لبايرن ميونخ في الصيف المقبل. لكن صعوبة التوقيع مع هاري كين تكمن في إصرار فريق توتنهام على إبقائه بأي طريقة كانت. توتنهام الذي رفض بيع كين قبل موسمين لمانشستر سيتي رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها وكيل أعماله، إلا أن توتنهام رفض مبلغ 150 مليون يورو فقط من أجل الحفاظ على نجمه الأول. لكن الأمور قد تغيرت بشكل كبير جدا داخل نادي توتنهام، وأصبحت إمكانية رحيل قائد الفريق عن النادي أمرا واردا جدا لعدة أسباب، منها أولا تألق ريشارليسون مع منتخب البرازيل في كأس العالم في مركز رأس الحربة. ثانيا عقلية المدرب أنطونيو كونتي، والذي لا يجبر أي لاعب على البقاء في فريقه إذا كان يرغب في الرحيل، فكونتي يمكنه التخلي عن أي لاعب مهما بلغت نجوميته، وهذا ما حصل في السابق مع العديد من اللاعبين. ثالثا قرب انتهاء عقد هاري وتقدمه في السن، حاليا يبلغ هاري كين 30 سنة وهو في أوج عطائه، لذلك فإن إدارة توتنهام لن ترغب في رحيله مع نهاية عقده سنة 2024 بشكل مجاني. هناك إمكانية كبيرة لانتقال نجم سبيرز وقائد المنتخب الإنجليزي لبايرن ميونخ، لكن الشيء الذي قد يفشل الصفقة هو سعر كين المرتفع جدا، والذي يقدر ب100 مليون يورو. لذلك فإن الصفقة بالأساس تعتمد على مدى مهارات الإدارة البافارية في تخفيض سعر كين وإقناع توتنهام ببيعه، كما فعلت مع ساديو ماني في الصيف الماضي. سنرى ماذا سيحدث في الأيام القادمة، وسنحاول أن نوافيكم بآخر الأخبار والتطورات. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء.